العلماء بيقولوا إن فتحة الحنجرة اتقدرت تقدير دقيق جدا، ولو كانت زادت أكتر من حجمها الطبيعي بشوية كان الصوت هيختفي، ولو ضاقت شوية كمان كان هيبقى التنفس صعب جدا. فإما يكون التنفس مريح ويختفي الصوت، أو يكون الصوت واضح والتنفس صعب. ولكن ربنا قدرها بمقدار يتناسب مع الاتنين، وكل حاجة تبقى بتقوم بوظيفتها صح وبشكل دقيق قوي. ولو الرؤية زادت عن حدها الطبيعي كانت حياتنا هتبقى جحيم. أول ما بتبص لكاس المية اللي بتشربه بتشوفها شفافة وصافية وراقية، لكن لو قوة البصر زادت عندك شوية كنت هتشوف في الكاس كائنات حية وجراثيم، وعمرك ما كنت هتملك القوة إنك تشرب مية أبدا. ولو قوة السمع ارتفع مستواها أكتر ما كنتش هتقدر تنام بالليل، لأنك كنت هتسمع كل الأصوات حتى صوت الجهاز الهضمي اللي في معدتك. كنت هتحس انه معمل كبير شغال جواك ومستحيل كنت هتقدر تنام منه. ربنا قدر لينا السمع بمقدار والبصر واللمس، وخلقنا في احسن تقويم واحسن صورة. بعيدا عن الكون الفصيح اللي مليان معجزات عقلك مستحيل يقدر يستوعب قدرها. انا مارك مجدي.